هو احنا ازاي بنعالج آلام عرق النسا او التهاب العصب الوركي؟ فيديو سريع بنتكلم فيه عن اهم النقط اللي حضرتك لازم تاخد بالك منها واحنا بنتعامل مع عرق النسا. كل النصائح دي بتهدف لتقليل الألم، وكمان بعد كده ان احنا نقلل الضغط من على العصب اللي بتكون جاي نتيجة اسباب كتير اتكلمنا عنها في فيديوهات طويلة عن عرق النسا، هنتكلم عنها تاني بمشيئة الرحمن وهنسيب لكم اللينكات. بس المهم والاهم واحنا بنتعامل مع اي ضغط على العصب هو الوضعيات الصحيحة وممارسة تمارين تقوية العضلات اللي موجودة مع حضراتكم هنا بالشرح وكمان بالصورة عشان تكون سهلة معاكم. الفيديوهات دي فيديوهات جميلة جدا وقوية وسهلة ومش هتاخد من وقتك اي حاجة. اتمنى ان الفيديو يفيدك، ولو الفيديو فادك يا ريت ان حضرتك تشير الفيديو على اوسع عدد من النطاق